أعزائي المشاهدين متابعي بودكاست رحلة وعي وقناة مستر فايبس، معاكم مستر فايبس وحلقة جديدة من بودكاست رحلة وعي، والجزء الثاني من حلقات طاقة الأنوثة بين صوت مكبوت وصوت عاوز إنه يتحرر. وقبل ما ندخل في محور حلقتنا النهاردة، لو انت بتتابعنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو انت بتتابعنا بشكل دوري ما تنساش اللايك والشير وتشاركنا في التعليقات برأيك في البودكاست. في بنات وستات كتير عاشوا عمرهم بيحاولوا ينجحوا، يثبتوا نفسهم، يقفوا على رجليهم، بس وهم في السكة نسيوا نفسهم، نسيوا صوتهم، نسيوا يهدوا، نسيوا يحسوا بأنوثتهم. في طاقة ناعمة جواهم مش بتتقال، بتتحس. طاقة مش محتاجة انها تثبت نفسها ولا تتكلم بصوت عالي، بس لما بتغيب ويغيب أثرها بتحصل لخبطة في كل حاجة، في الشغل، في الحب، حتى في العلاقات، حتى في علاقة الأنثى مع نفسها. في الحلقة دي مش هنتكلم عن الأنوثة بشكل تقليدي، لكن عن طاقة الأنوثة. لو الست فقدتها بتتوه، ولو رجعت لها بتتغير من جواها وبتغير كل اللي حواليها. خليكي معانا في رحلة فيها صدق وجمال وشوية وجع، بس في الآخر فيها شفاء. طيب بنبدأ في أول سؤال لكوتش ريهام. علاقة طاقة الأنوثة بالهوية والثقة بالنفس، هل فقدان الاتصال بطاقة الأنوثة ممكن يسبب مشاكل نفسية أو إحساس بعدم الاكتمال؟ يعني الأنثى تحس إنها مش مكتملة لو حصل أي خلل باتصالها بطاقة أنوثتها؟ مساء الخيرات والبركات على متابعيني ومتابعين قناة مستر فايبس. النهاردة بنرد على أسئلة ونكمل الأسئلة بتاعتنا اللي ليها علاقة بطاقة الأنوثة. وهي فعلا يعني بتحمل حاجات كتيرة جدا جدا وتفاصيل كتيرة. وعموما حتى طاقة الأنوثة والذكورة الاتنين بيحملوا حاجات كتيرة جدا جدا وعميقة. فهم فعلا محتاجين ان احنا نجاوب على أسئلة كتير جدا بتدور جوانا وما كناش لاقين لها إجابات. فطاقة الأنوثة أكيد طبعا ليها علاقة بالهوية بتاعتي والثقة بالنفس، لأنه أوقات بنشوف إنه في بنات تحس إنه هي طاقتهم مايلة للذكورة أكتر، دايما في حالة من الهيبرة، في حالة من الحركة، في حالة من السعي الشديد جدا. مش بتهتم قوي بأنوثتها ولا بجمالها كأنثى. بتميل إنه هي مثلا ما تحطش أي نوع من أنواع الميك اب، ما تلبسش أي لبس أنثوي، بتلبس لبس أكتر عملي طول الوقت. فده طبعا أكيد عندها شوية فقدان للثقة بالنفس وفقدان لهوية طاقة الأنوثة جواها. وغالبا ممكن يلاقوا خلل في هرمونات الأنوثة كمان أوقات لو كشفوا طبيا. فده بيسبب طبعا مشاكل نفسية أكيد، لأنه الأنثى ساعتها بتحس إن هي مش متزنة ومش متصلة بكامل طاقة الأنوثة اللي جواها، أو ممكن تكون في حالة من الهروب منها أصلا. طيب ازاي البنت من وهي صغيرة ممكن تتربى على انها تحترم وتقدر طاقتها، طاقة الانوثة اللي فيها، بدل ما انها تخجل منها او تتكسف منها او تكبتها ما تظهرهاش؟ يعني نيجي لسؤال التربية من الصغر. التربية من الصغر طبعا ليها عامل كبير جدا جدا وتأثير كبير على اختلال موازين طاقة الأنوثة والذكورة فينا كلنا. تمام. فهنلاقي البرامج اللي احنا تربينا عليها في المجتمعات بتخلي البنت دايما تكون في حالة من الشعور بالخزي والعار تجاه أنوثتها. دايما طول الوقت بس عيب، ما تطلبيش، ما تعبريش عن نفسك،
يحسسوها انه لا ما ينفعش مثلا تلعبي بالشكل الفلاني، ما ينفعش ترقصي بالشكل الفلاني، وهي بتبقى في عز الطفولة فبتحس كأنه خلقة الله فيها شيء من الخطأ، وده مش حقيقي. الله سبحانه وتعالى قال لنا ان هو خلقنا ووجدنا ذكر وأنثى، واللي عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فليه طبعا جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى من خيرات ونعيم في الدنيا وفي الآخرة. هم طاقتين ربنا وجدهم، خلقهم زوجان اتنين متواجدة من ربنا. فربنا سبحانه وتعالى مش بيخلق شيء مشوه ولا بيخلق شيء ناقص، بيخلق كل جميل سواء أنثى أو ذكر أو أي شيء ربنا خلقه عموما. فطبعا البنت من صغرها بتتربى على إنه هي تشعر بالخزي والعار تجاه طاقة الأنوثة بتاعتها، مش بالاحترام والتقدير. طيب هل الثقة بالنفس جزء من طاقة الأنوثة ولا بتبقى نتيجة ليها لما تكتمل عند الأنثى؟ هنا بقى بتيجي الثقة في النفس وتتبني بناء على توازن طاقة الأنوثة والذكورة جوايا. لما أنا أكون كإنسان أو كإنسانة طاقة الأنوثة والذكورة جوايا متوحدين وفي حالة توازن، أكيد ده هيرفلكت عليا إنه أنا إنسانة واثقة في نفسي، واثقة في قدراتي، واثقة في طاقة الخلق اللي ربنا حطتها فيا، طاقة الإبداع، طاقة التعبير اللي جوايا عن حقيقتي وعن طبيعتي بدون ما أستشعر أي مشاعر زي لوم، ذنب، تأنيب، عار أو مخاوف. وبالتالي ده بيأثر طبعا إنه كل ما ازدادت ثقتي في نفسي، كل ما ازدادت ثقة الأنثى في نفسها، كل ما كان جواها توازن أكتر لطاقة الأنوثة والذكورة. طبعا الاتنين بيرفلكتوا على بعض، ده شيء أكيد. طيب كوتش ريهام، بالنسبة للعلاقات، ازاي طاقة الأنوثة بتأثر على العلاقة بين الشريكين؟ بالنسبة لمحور العلاقات، هل طاقة الأنوثة بتأثر على العلاقة بين الشريكين؟ أكيد ليها تأثير مباشر على العلاقة بين الشريكين. مجرد ما بتبقى الأنثى بتتحول إلى طاقة ذكورة بحتة أمام الذكر، وتبدأ الصوت العالي، تبدأ الجعجعة، تبدأ تعنده، تبدأ تبقى فيه ندية، ما تبقاش قابلة أنوثتها وعايزة تكون طاقة ذكورة ند لند معاه، ده بيعمل نفور تماما وبيخلي في تشوه في العلاقة. لكن لو هي اكتملت بالتوازن ما بين طاقة الأنوثة والذكورة جواها، وهو كمان اتوازن في طاقة الذكورة والأنوثة اللي جواه، ده بيعمل نوع من التناغم والتفاهم والتكامل بينهم الاتنين، وكل واحد بيبقى في دوره الطبيعي الفطري اللي ربنا حطه فيه. فبالتالي بينشأ ما بينهم السكن والسكينة والمودة والرحمة والمحبة والألفة والتفاهم والتناغم والترابط بشكل صحي، تبقى حياة زوجية صحيحة أو مريحة أو فيها تناغم أكتر، فيها تواصل عميق أكتر. كل ما كان الذكر في طاقة الذكورة بتاعته ومتزن في طاقته الأنثوية والذكورية، وكل ما كانت هي كمان متزنة في الطاقتين وبتعبر عن طاقة الأنوثة بشكل حقيقي ملموس، كل ما حصل تناغم أكتر وتواصل عميق أكتر في العلاقة، وكل ما اتظبطت أكتر وأكتر. هل في علاقات بتفشل بسبب غياب التوازن بين الطاقات، طاقة الأنوثة والذكورة، إن كان عند الأنثى أو الذكر؟ أكيد في علاقات بتفشل للأسف بسبب غياب توازن الطاقات دي، وبتنتهي بالانفصال لأنه كل واحد فيهم ما كانش متزن وما كانش في الدور الطبيعي الفطري بتاعه، وبالتالي بدأت الروابط تبقى سلبية، بدأت تبقى في طاقة تنافر أكتر بينهم من توحد وتناغم على الفطرة. ففي كتير علاقات انتهت بسبب
غياب التوازن في الطاقتين، وبسبب ممارسات بتخلي إن الطاقتين كمان يختلوا. لو واحدة اتجرحت أو اتأذت، إزاي ترجع تستعيد طاقة أنوثتها بعد الألم؟ طيب، إذا في بني آدمة أو إنسان أو واحدة اتجرحت، إزاي ترجع تستعيد طاقة أنوثتها تاني بعد الألم؟ ده بيبقى محتاج رحلة من التعافي والتشافي والعودة للذات، إني أرجع تاني أفهم إيه اللي وصلني إنه أنا أتألم أنجرح. الألم ده جاي برسالة شكلها إزاي؟ إيه اللي أنا محتاج إن أنا أرجع له في فطرتي وأرجع له في جوايا، علشان لما أشتغل عليه. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلا أنا محتاجة من جوايا أتغير وأغيره، من مشاعر مسيئة تجاه نفسي، من أفكار وبرامج خلت طاقة الأنوثة جوايا تختل، من تصرفات أو أكشنز أنا بعملها محتاجة تتغير. كل ده لما بتبدأ الواحدة تراجع جوا نفسها مع كوتش متخصص، حد فاهم في خطوات التشافي الذاتي، أكيد طبعا بيبقى فيه حلول أسرع، أو بيبقى في وضوح أكتر للقصة دي، لأن هو الألم جاي ينبهنا أنه في حاجة من جوه محتاجة يعني تتغير شوية. فلما تتغير هيحصل البالانس، وهيحصل التوازن، وهيحصل أن احنا نرجع للاتصال الحقيقي والعودة لذاتنا بتوازن. طيب كوتش ريهام، هو يعني سؤال مركب شوية. بالنسبة لمحور الشفاء والعودة للذات، ايه اهم خطوات تقدر بيها الانثى تسترجع طاقة الانوثة تبعها؟ وهل في طقوس او تمارين او ممارسات بتساعد في انها تقوي الاتصال بطاقة انوثتها؟ وازاي تقدر تتعامل برضو مع الانتقادات او الضغط المجتمعي اللي بيبقى حواليها، اللي بيخليها تشوف طاقة الأنوثة اللي فيها على إنها ضعف؟ من أكتر الممارسات اللي بتساعد على توازن طاقة الأنوثة إنه تعمل تأملات وتمشي وسط الطبيعة كتير، وتعمل تنفسات في وسط الطبيعة، أشجار، بحر، جناين. ده بيخلي الأنثى تتصل أكتر بطاقة أنوثتها وطاقة الإبداع والاستمتاع والبهجة، وبالتالي بيعمل على تشافي وتوازن طاقة الأنوثة جواها. فده من أكتر الحاجات على مدار السنين اللي فاتت اللي اشتغلت فيها طبعا في العلاقات، إنه دي أكتر حاجة بتوصل الأنثى إن هي تستشعر الهدوء والسلام جواها، والتوازن يرجع لها تاني، الصحة نفسية أفضل، إن هي تكون كمان في الوعي بتاع مريم عليها السلام. فكلي واشربي وقري عينا، تكون في حالة من التسليم والسلام جواها والاطمئنان، إنه ربنا دايما عايزها لا تخافي ولا تحزني، ما يتملكش منها طاقة الحزن والخوف، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصى إنه وصى على القوارير، فرفقا بالقوارير. فدي كمان حاجة مهمة جدا جدا، هي كمان تكون أكثر رفقا بنفسها وبطبيعتها، وتحتوي نفسها زي ما هي. فده أبسط الحلول. طاقة الأنثى طاقة إبداع، طاقة حدس، طاقة استقبال، طاقة دلال، طاقة دلع، طاقة طلب، طاقة إبداع، طاقة خلق. تمام. فمن الحاجات اللي الواحدة ممكن تمارسها إنه هي تبدأ تكلم نفسها بشكل حلو ولائق، تكرم نفسها ولو بأبسط الأشياء،
ان هي تشتري لنفسها حاجة معينة، تخرج خروجة معينة بتحبها، تسافر سفرية معينة، تبدأ انه هي تعمل تنفسات، تعمل تأملات ومديتيشن. ده بيساعد جدا على اتصالها بالنور، نور الخالق ونور الإبداع جواها. تبدأ إنه هي تستشعر إن قوتها في تكوين ربنا فيها زي ما هو. الأنوثة مش دلع ومش ضعف، الأنوثة هي انتي، هدوءك، حركتك، إحساسك، فيها استقبالك لكل اللي تستحقيه، فيها طاقة احتوائك لنفسك. لما الست تبقى متصالحة مع طاقة أنوثتها بتبقى أنثى قوية بكل ما تحمله كلمة قوية من معنى، حتى وهي ساكتة. لو لقيتي نفسك في أي لحظة من الحلقة دي فدي علامة إنك محتاجة ترجعي لنفسك، تسمعيها وتحبيها وتصححي الأوضاع. ابعتي الحلقة دي لكل واحدة نسيت نفسها وطاقتها وأنوثتها، ولكل راجل لسه مش فاهم قد إيه الأنوثة نعمة مش تهديد. ما تنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات، لأن يمكن تعليقك يكون سبب في تغيير حياة حد، والشير للحلقة. كان معاكم مستر فايبس، وانتظرونا في حلقات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.